السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مطبخ أمينة سليمان. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة ديال تحضير بسيطلات أولا ميني بسيطلات اللي كيجيو غزالين بزاف بزاف، مذاق رائع بطريقة يعني مبسطة وواضحة. تبعوا معايا الفيديو. أول حاجة بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو ما يعادل كيلو ونص هنا عندي ديال البصلة اللي غادي ناخدها وغادي نحاول نشلضها رقيقة واحد شوية في هاد الآلة أولا في هاد الهاشوار. بالنسبه للبصله فنقطه مهمه انها تكون مقرده رقيقه، ما نخليوهاش كبيره، يعني حتى الا قردناها بيدينا تكون تقريضه رقيقه. بالنسبه للدجاج فعندي هنايا ما يعادل الدجاجه فيها 2 كيلو، فانا هنا زدت واحد الطريفات كانوا عندي، المهم قياس 2 كيلو 100 غرام تقريبا. درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال السكنجبير. اذا كانت متوفره عندكم ورقه سيدنا موسى يمكن لكم تضيفوا 2 ديال الضريسات ديال ورقه سيدنا موسى، وكذلك واحد القبيصه ديال السمن اذا كان متوفر عندكم. عندي هنا واحد 4 العويدات ديال القرفه، حتى هما كيطلقوا واحد المذاق اللي زوين في الحشوه ديالنا. درت واحد شويه ديال الربيع، وغادي ندير الكميه ديالي ديال البصله، ومن بعد غادي نزيد تقريبا واحد الكاس ديال اللي كنشربوا فيه اتاي، يعني ديال العنبه، فيه الزيت مخلطه ما بين زيت نباتيه وزيت العود. راني الكاس ما عمرتوش كامل، تقريبا خليت واحد 2 صبيعات هكا، يعني نقولوا كاس الا ربع. الا كان متوفر عندكم الزعفران شعره فغادي تديروه في واحد شويه ديال الماء، يعني واحد نص كاس بحال ما هكاك، تفزقوه وتكبوه على الخليط ديالكم اولا على الدجاج ديالكم والبصله. ما كانش غادي ديروا هاد الضويمه هادي، فانا لحتها نيشان راه درتو فوق من البوطه، يعني نار اللي متوسطه ماشي مجهده، وما زدت لا ما لا حتى شي حاجه، فقط غطيت عليه. هذيك البصله وهذاك الدجاج راه كيطلقوا الماء ديالهم بوحديتهم، شوفوا شحال ديال الماء طلق ليا، يعني نار تكون متوسطه ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش مهيله، وكنغطيو عليها وكنخليوها حتى كيطيب لينا الدجاج ديالنا تماما. يعني نبداو نقيسوه بحال ما هكا بالموز ويبان لينا بلي راه طايب مزيان. هنا كناخذوا الدجاج ديالنا وغادي نبداو نحيدوه من هذا المرق، ناخذوا شي صفايه على جنب ونبداو نحطوا فيها الدجاج ديالنا باش منها يستقطر ومنها يتحيد منه، يعني ديك البصله نحيدوه من البصله باش نردوا البصله تكمل الطياب ديالها. فعلى ما نكمل هذه المرحله هذه غادي نغتنم الفرصه ونتكلم لكم على طريقه الاحتفاظ ديال هاد الميني بسطيلات. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالهم فراه كناخذوهم من بعد ما كنجمعوهم، اكيد تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا. فكنديروهم مفرقين في شي لاطه وكندخلوهم للكونجيلاتور حتى كيجمدوا، عاد من بعد كنديروهم في بلاستيكه وكنخليوهم في المجمد ديالنا الوقت اللي بغيناهم، كنجبدوهم نيشان وكنخشيوهم في الفران اللي يكون ساخن، ما نخليهمش حتى يطلقوا. الحشوه ديالي مازال كطيب، كنخليوها تشرب وكنجيو هنا باش نوجدوا 5 ديال البيضات. بالنسبه لكيلو ونص ديال البصله فانا درت ليها 5 ديال البيضات. على ما تشرب ليا البصيله ديالي مزيان عاد كنزيدوا عليها البيض ما كنزيدوش، والبصله مازال ما شرباتش، يعني ملاحظه اللي مهمه تبان لكم فيها الماء ما نديروش فيها. من بعد ما نديرو هكا ويبان لينا بقى يعني كما شفتوا معايا الخط يعني واضح، عاد كنبداو نزيدوا البيض. فانا هنا غادي ناخذ واحد 2 معالق ديال لاصوص، انا غادي نوريكم لاش غادي نضيفهم ان شاء الله. وهنا غادي نزيد البيض ديالي مع الاستمرار في التحريك، ما نحبسوش من التحرك نهائيا، نبقاو نحركو بالزربه لان الخليط ديالنا سخون، فراه غادي يتكبد لينا البيض ويطيب في جهه واحده، يعني كنحاولوا نخلطوه باش يتشرب مع ديك البصله كامله ويطيب في دقه واحده. وباش كنعرفوا باللي لاصوص ديالنا واجده اولا الدغميره ديالنا واجده فراه كنبداو نحركو ونديو نجيبو حتى كتبان لينا شربات الماء تماما، يعني واخا نعصروها مع الجنب ديال الكوكوط ما كتخرج لناش الماء نهائيا. ها نتوما كتشوفوا راني كنعصرها مع الجنب ديال الكوكوط ما كتخرجش الماء، باش هكا ما تفزق ليناش الورقه، وحتى الا كنا غادي نحتفظوا بها فما تخسرش لينا الورقه ديالنا وتبقى لنا البسيطله ديالنا زوينه.
خديت الدجاج ديالي اللي خليت على جنب، من بعد اكيد ما برد غادي ناخذه وغادي نبدا نفرتو بهذا الشكل هذا. مهم كنعتذر البنات على جودة التصوير واحد شويه، لان التليفون ما عرفتش شنو وقع ليه ولا كيدير هذاك الترعيده. بالنسبه هنايا لديك لاصوص اللي خدينا فخديتها وزدتها على الدجاج ديالي، لان الدجاج كيكون ناشف واحد شويه فكنزيدها عليه. هنا غادي ناخذ اللوز ديالي وغادي نديرو في الماء. عندي هنا تقريبا ما يعادل 200 غرام ديال اللوز هي اللي ضفت لهاد الكميه هذه. وهنايا خديت هذيك الحشوه ديالي اللي ضفت ليها البيض وحطيتها باش تسقطر على داك الدجاج، حتى داك المرق اللي غادي يطيح لينا من ديك الحشوه فراه غادي يمرق لينا الدجاج ما يبقاش ناشف. من بعد بالنسبه للوز فغير كطلعوا الغليه كنحيدوه وكنبداو نقيوه. هنا غادي ندير اللوز ديالي باش يتقلى. حاجه اللي مهمه ما نديروش اللوز ديالنا في الزيت اللي تكون سخونه، كناخذوا الزيت اللي تكون بارده وكنديروا فيها اللوز. فانا عمدا يعني درت اللوز وانا فوق من سطح العمل، يعني ما درتوش فوق من البوطه باش هكا تعرفوا باللي راه الزيت بارده تماما. عافيه كتكون متوسطه وكنبقى ندي ونجيب في هذاك اللوز ديالي. فراه هنا حاولت ما امكن نشد لكم جميع المراحل، يعني واخا كنزرب الفيديو وتحريك مستمر، يعني ما نحبسوش من التحريك نهائيا باش هكا يجينا كله محمر ودخلوا التحميره من الداخل، يعني ما يتحرق ليناش ويكون من الداخل باقي خضر. اهم حاجه هي نبقاو نحركوا فيه حتى كيولي فيه واحد اللون ذهبي. من بعد كنحيدوه وكنبداو نصفيه في شي ورق بحال ما هكا اللي غادي يشرب لينا هذاك اللي غيشرب لنا هذيك الزيت اللي فيه. شوفوا معايا اللوز كيفاش كتكون التحميره ديالو، راه ما تنخليوش حتى يتحرق. راني حيدته هنا من فوق البوطه، هذا هو اللون ديالو اللي خصو يكون فيه. هانتوما نحاول نحل معكم شي وحده وكنحاول تبان لكم من الداخل كتكون محمره بحال برا بحال الداخل. هاد الشيء راجع لانه نار تكون مهيله، زيت تكون بارده ومع التحريك. من بعد هرمشت هذاك اللوز ديالي وزدت ليه ما يعادل 3 ديال الملاعق صغار ديال السكر سنيده او ما يعادل معلقه كبيره ونصف. غادي نحركو مزيان حتى تخلط لي هذيك السنيده مع اللوز ديالي باش نبدا نعمر ويجينا تجينا يعني البسطيله ديالنا معيسله، يعني فيها واحد المذاق اللي زويون. فبالنسبه لواحد الملاحظه هو ان البسطيله ديالي اللي درت هنايا مع داك العبار اللي عطيتكم ديال السكر سنيده اللي درت، كنعتذر بعدا كنظن راني ما قلت لكمش راه زدت في الاول واحد الكاس ونص تقريبا ديال السكر سنيده فاش يلا حيدت الدجاج وعاد خليته كيشرب. راه نسيت ما قلتها لكمش، بقيت كنهضر ونسيت. وهنا من بعد يعني في الحشوه ديالي كامله دايره انا كاس ونص ديال السكر سنيده في هذيك الدغميره، وزدت هاد المعلقه ونص ديال السنيده اللي درت في اللوز. يعني راه ما جاتش حلوه بزاف، بالنسبه للحلاوه جات هي هذيك. هنا خديت الورقه ديالي غادي نقسمها من النص ومن بعد غادي نقسمها على 4 باش هكا، لان بغيت بسيطلات اللي يكونوا غير صغيورين. وغادي نحاول نحيد لي هذوك الجوانب ديالها باش ما يبرزطونيش وصافي. كنتو بغيتو تخليوهم ماشي مشكل. غادي ناخذ بهذا الشكل نقطع على 4 من بعد ما علمت اكيد الورقه ديالي باش يجينا قياس واحد. بالنسبه للطريقه ديال العماره فانا خديت واحد السيركل اللي الدوره ديالو كتساوي تقريبا 8 سنتيمتر هو باش غادي نعبر. وبالنسبه للعماره فراه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، يعني بالنسبه هكا للدار ديالكم بغيتو تصايبوها فراه غتهوروا معاها شي شويه باش تلقاو ما تاكلوا. كنتو باغيين تخدموها بيان سور بالنسبه للكوموند فراه كيبقى على حسب يعني العماره راه انت غديري حسابك وتشوفي بشحال غطلع لك. وغالبا هادو ديال 6 سنتيمتر بالنسبه للدجاج فراه كيكونوا ب 13 درهم، لان كيكون فيهم اللوز كيكون فيهم كذلك. دابا راه كلشي غلا، الدجاج تبارك الله راه ولا 400 ريال داير. البصله كذلك حتى هي راه طالعه شي شويه، يعني كنراعيو لهاد الامور هذا. ولا دار لا ضرار. بالنسبه للسيده اللي كتكوموندي من عند واحد السيده اللي كتكون كتخدم من دارها، يعني راه كتضمن الجوده وشي حاجه اللي كتكون مخدومه لك نتيا، ماشي كتكون يعني محطوطه في محل حتى كتجي وكتاخديها. هذا ما كان يعني ملي يكونوا السيدات كيطلبوا يعني بحال ما هكا شي ثمن ويبان لك شويه طالع، ما كاين لا شتاوي لانك غادي تاخدي الجوده.
فهنا اول حاجه خديت هو داك السيركل، دهنت بشويه ديال الزيت، درت شويه ديال الدجاج ودرت واحد المعلقه ديال اللوز، وغادي ندير تقريبا واحد المعلقه من الضغميره، وغادي نسد الورقه ديالي. ومن بعد غادي ندير ورقه اخرى باش نقلب فيها هاد الورقه هذه. ضروري ما كنضوبلو الورقه، فانا هنا جاتني الورقه صغيره واحد شويه، ولكن بقيت مضاربه انا وياها حتى قاديتها مزيان وكملت البسطيلات ديالي كاملين. غادي نحاول البنات الا كانت الورقه يعني متوسطه، فانا راه وصيت على الكبيره، وهنا جاتني غير المتوسطه، راه ماشي الكبيره هذه. الا كانت الكبيره تقسموها على 4 وتحيدوا ليها الجنيبات، كانت غير هاد المتوسطه فقسموها على 4 وما تحيدوش ليها الجنيبات، غير خليو دوك الجنيبات حتى تشوفوا الامور كيفاش دايره، باش هكا ما تزربوش على الورقه ديالكم. وكندهن يدي بالزيت. بالنسبه لديك الزيته البنات راه هي اللي قليت فيها اللوز، كتعطي واحد المذاق في البسطيله رائعه بزاف، كتجي البسطيله ديالكم مقرمشه وزوينه بزاف بزاف. مهم غادي نستمر بنفس الطريقه، وانا كنطوي الورقه ديالي بهذا الشكل هذا وكنحط على جنب حتى طيب لي حتى نكمل عفوا البسطيله كامله. في هذه المرحله هذه الا كنت غادي نطيبها في البلاصه، راه تنكون مسخنه الفران على اقصى درجه باش ملي كندير فيه البسطيله ديالي كتقرمش دغيا دغيا، يعني ما كتبقاش بشويه عليها عاد كيسخن الفران وهي كتطلق الزيته ديالها اولا، فدغيا دغيا كتقرمش ليا ديك الورقه وكتجي زوينه بزاف بزاف. كنا بغينا نحتفظوا بها في المجمد كما قلت لكم، راه كنصايبوا حتى نساليو الكميه ديالنا كامله، كنستفوها في شيلاطه وتكون مبعده على بعضياتها، ما نديروش وحده فوق من وحده حتى كتجمد لينا. عاد كناخذوها ونديروها في بلاستيكه، ويمكن لينا نديرو وحده فوق من وحده من بعد ما تجمد، غير هما نديروهم بشويه لا تمشي تحل لينا الورقه ديالنا من بعد ما كتجمد، راه كتكون شاده راسها ما نخافوا منها والو، غير هو الا درناهم بشكل عشوائي راه تقدر تحل لينا الورقه. نتفاداو اننا نديروا الورقه بشكل عشوائي، نحاولوا نستفوهم هكا وحده فوق من وحده فحتى نساليو ونديروهم في المجمد ديالنا. واكيد من بعد ما نديروهم في المجمد الوقت اللي تنبغيو نخدموا بهم راه ما تنجبدوهمش ونحطوهم يطلقوا عاد نديروهم في الفران. كنسخنوا الفران ديالنا مزيان، كنقصوا عليه وكنجبدوا البسطيله ديالنا نيشان من الكونجيلاتور اولا من الفريغو، وكنخشيوها في اللاطه في الفران باش هكا كنضمنوا البسطيله ديالنا كتجينا مقرمشه وزوينه. هنا من بعد ما ساليت دهنتها بشويه ديال الزيت من الفوق وغادي ندخلها للفران. من بعد ما طابت اكيد تزيين غادي ندير تزيين عادي، يعني البلدي العادي ديال السكر كلاصي والقرفه. يمكن لكم ديروا اللوز، يمكن لكم ديروا العسل والكاوكاو ايفيلي اولا اللوز ايفيلي، المهم التزيين كيبقى حسب الرغبه ديال كل سيده وشنو المتوفر عندها. فانا درت غير هذا التزيين هذا البسيط، يعني السهل البلدي المعروف في البسطيله ديالنا. عندكم الورد حتى هو بغيتو تزينوا به راه يمكن لكم تزينوا. المهم هو المذاق البنات، اهم حاجه هي المذاق. المذاق جات غزاله بزاف بزاف، جات ناقصه السكر، يعني ماشي حلوه ديك الحلاوه اللي كضر في الراس، الكميه مضبوطه يعني جات رائعه بزاف بزاف. وهذا هو الشكل ديالها. نحل معكم واحد وحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، غزاله بزاف بزاف. داك اللوز كيكون فيه السكر كيجي معلك. وهكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساونيش بالدعم ديالكم، لايك واشتراك في القناه اللي كتزور قناتي اول مره.